يا صباح الفل على حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، يا رب اسمع عليكم كل خير. احنا النهارده هنعمل عجينه الكفته اللي عجناها مع بعض قبل كده، فهنصبحها ونعملها كفته. فروحنا جايبين البصله بتاعتنا هنا وقطعناها كده، حطينا عليها السمنه او الزيت اللي انتوا بتطبخوا فيه ايا كان. وطبعا عشان غلوا الطماطم فروحنا جايبين كيلو طماطم اهو مفرزين اهو. يبقى البصله هتدبل شويه كده اهو. اهي نقلب مع بعض كده، وبرده مش تحمر جو، ونروح نازلين بها بالايه. لا، نجيب شويه بابريكا، نجيب شويه بابريكا كده نحطها عشان الكفته تبقى حمرا وزرده وحلوه. بسم الله ما شاء الله. اهي البصله كده وتديها حمار وتديها ايه، لون اشقر. ونروح نازلين بالطماطم بتاعتنا، واللي عنده طماطم صحيحه افضل برضو. اهي بسم الله ما شاء الله. ونجيب الغطا ونغطي عليها. وفي الحاله دي احنا طلعنا الكفته اهي، كنا كيسناها مع بعض في فيديو قبل كده. هي انفكت ومية مية، بس لقيتها حاسه ان هي ايه، جابسه شويه. فهروح جايبه حته من الصلصه دي، واروح حطها عليها لحد ما تطرى معاها. يعني حلوه، بس هي عايزه ريحه ايه، ريحه تخديع او ريحه ماء شويه. اهي يعتبر فكت، انا مطلعها من ساعه ما قمت من النوم اهي، في طبق كده على الرخامه. قمت من النوم اطبخ ايه، مش محتاره. ففضلت ان انا اعمل كفته، مش هحتاج في الطبخه دي يعني امكانيات جامده. انا قلت لكم لو عندكم طماطم، عندكم اي حاجه متخزنه، خزين الصيف بينفع الشتاء او الشتاء بينفع الصيف، فنحاول نوفر على قد ما نقدر. نعملها مع بعض كده ونصبحها صوابح حلوه، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. يبقى احنا خلاص مع بعض صبعنا الكفته اهو صبعناها جميله اهي. حتى ايديها بصوا لسه، بصوا مش غسالتها اهي. بسم الله ما شاء الله، صوابع مناسبه اهي، شايفين؟ اهي الصينيه اللي عليها الكفته العجينه كلها. وعلى فكره انا مش زودتها ميه، لان انا كنت عينها مظبوطه، مش عايزه اي ميه ولا اي صلصه تنحط عليها عشان تطري. بسم الله ما شاء الله، صوابع مناسبه وزي العسل. يلا نحط صيتنا على البوتاجاز ونقلي الكفته مع بعض. يبقى يلا مع بعض نجلي الكفته اهو. حطينا الطاسه بتاعتنا على الزيت في الزيت على البوتاجاز. نحط الكفته كده حبه واحده واحده كده في الزيت اهو. بسم الله ما شاء الله. دايما كده في الايام المفترجه دي نصلي على الرسول، اللهم صل على النبي زي العسل اهي. بدات الطاسه تسخن اهي وتنجلي معانا. على فكره انا عيالي بيحبوها مقليه احلى من المطبوخه، يعني بصي لو طالوها دلوقتي مقليه ياكلوها اكتر من المطبوخه. ومعانا برضو في الصلصه على البوتاجاز برضو تستوي، ونضيفهم مع بعض ونشوف الكفته الحلوه دي اللي هي مش مكلفه. لو انت عندك رز يعني، ربنا يكتر خيرنا وخير المسلمين اجمعين. كفته مية مية في البيت. عندك جوانص بس مش هتضيفي عليها كبد عشان مش تبقى زفره. عندك جوانص حطي عليها. عندك حته لحمه مثلا انت مضحيه، او عندك لحمه مستورده، حطي برضو حته عليها، مش مشكله. اهي ما شاء الله زي العسل اهي. تاخد لون كده ونروح ايه مطلعينها مع بعض. بسم الله ما شاء الله زي العسل. طاسه كبيره تاخد كميه اكبر، تنهي بسرعه، مش تقعد ايه تجلي طاسه واثنين وثلاثه. ما شاء الله هي وكميه حلوه مش شويه يعني. اهي اما انا قمت قلت اطبخ ايه، مش لقيت حاجه، فروحت ايه عاملاه زي العسل هي. اعمل في ريحها شويه رز متحمره وخلاص على كده، وبألف هنا وصحه. مية مية. عايزه بقى مش تجليها وتحطها في الصلصه والميه ما تكون فايره كده، يبقى مية مية. يبقى كفته بنشاها كده رزها جميل. انما ده علشان عليها بقولكوا كنت حاطه، وانتوا هتشوفوا في الفيديو اللي احنا عملناه مع بعض عجينه الرز الكفته. كنت حطيت عليها 4 جوانص بط بلدي، كنت ذبحاهم في البيت. فعلشان كده يعني ايه حبيت ان انا اجيبها عشان ايه اللحمه ايه يعتبر تتحمر برضه. نقلبها مع بعض ونشوف. يلا كده نقلب مع بعض. شايفين احمرت اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. نقلب كده اهي، نقلبها كده مع بعض اهي. خدت اللون اللي احنا عايزينه اهي، ما شاء الله زي العسل. ما شاء الله كتير في الطاسه اصلا
اهي زي العسل. جلبناها هي، تاخد اللي من على الوش التاني ونطلعها، يبقى فيها جرشه كده، يدوب هصفر صفار بسيط كده. ومعانا برضو في الصلصه هي اهي، نعتبر خلاص على وشك اهي. نعمل شويه الرز وخلاص على كده اهي، ما شاء الله زي العسل. نحاول ان احنا نقلب فيها كده اهي. ونوريها لكم. يلا مع بعض بقى نطلع الطاسه اللي احمرت ما شاء الله هي اهي، ما شاء الله زي العسل اهي. بسم الله ما شاء الله، لونها جميل وكلها موحده زي العسل اهي 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 اهي، ما شاء الله زي العسل اهي. شايفين اهي، ما شاء الله زي العسل، يعتبر زي البلح بالظبط والله، جميله وممتازه ما شاء الله زي العسل. يبقى احنا خلاص نطلع الطاسه الاخيره هي. احنا اللي عملناهم طاستين عشان طاستنا كبيره بتاخد كميه كبيره. نطلعها هي، وحطينا ميه في الكاتل يسخن علشان نحطها نضيفها على التغذيه او على الصلصه اهي. ما شاء الله زي العسل اهي، ماسكه حيلها كده وناشفه وجميله اهي. يبقى كميه هي مناسبه هي، وما تنضاف على الميه كمان وعلى الصلصه هتدي كميه اكبر. هنضيفها على الصلصه واوريكم منظر الكفته العاديه اللي بالرز العاديه خالص. يبقى احنا خلاص معانا التخديعه استوت اهي الصلصه، ونروح نازلين بالميه السخنه كده اهي، من الميه سايله اصلا اهي. بسم الله ما شاء الله. يبقى انا حاطه عليها كمونها وحاطه عليها الفلفل الاسمر وحاطه عليها كل حاجه اهي. بدات تفور اهي. هروح نازله عليها بالايه اهي. بصوا مش هحطها الا لما تفور خالص اهي. هروح نازله عليها بالكفته اهي. بسم الله بسم الله اهي. يبقى ننزل بها بالكفته اهي، يا دوب تفور فوره بسيطه ونطفي عليها لان هي مش بتستوي سوا خالص، ونوريها لكم لما تستوي. يبقى بسم الله ما شاء الله الكفته معانا استوت اهي. بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي استوت اهي، خلاص استوت كده. نطفي عليها بقى كده ونستنى لما تتقل خالص. هي بالظبط خدت معايا 5 دقايق سوا. اوعوا يعني مثلا مش تسيبوها في الصلصه وتروحوا تقعدوا او تقولوا لا هي بتاخد سوا زي البطاطس او كده، لا نهائي. هي فوره واحده لان هي يعتبر عجينه اصلا. نسيبها 10 دقايق كده تهدى، ونشا الرز يطلع في الميه كده تبقى تقيله. ونوريكم طبق الكفته اللي يستاهل البوج احلى ناس. نغطيها كده ونسيبها 10 دقايق تشبس في بعضها كده وتتقل، وهوريها لكم. احنا خلاص خلصنا مع بعض الكفته هي، وغرفنا طبق اهو، وعملنا فيه ريحه شويه رز بشعريه زي العسل اهي. نغرف وناكل 100 100 اهي. نبقى الف هنا وصحه. يا رب تعجبكم وتقولوا لي رايكم. وما شاء الله ربنا يا رب يبارك لنا فيكم يا رب. ومع الف سلامه.